السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. الفيديو بتاع النهارده مش هاتكلم فيه يعتبر عن حاجة عملية، ولكن هاذكر فيه شوية تجارب كده عدّيت بيها مؤخرًا، وشوية حاجات برضه وقعت فيها، وكمان عن تغيير محتوى القناة الفترة الجاية. في الأول اللي ما يعرفنيش إحنا كنا طول الفترة اللي فاتت في القناة بنتكلم عن حاجات تخص الmedia buying والSEO، وأحيانًا كنا بنطلع برّه زيادة شوية عن المحتوى اللي هو للbusiness كده من فوق شوية، حاجات زي الoperation وشركة الشحن وغيرها. ده كان المحتوى اللي فات. المحتوى الجاي هيكون نفس الكلام ولكن على أوسع شوية، مش هنتكلم عن الdashboard كتير زي في الأول، كمان هنتكلم أكتر عن التجارب وعن شوية حاجات زي ما كنت باقول شايف إن هي مؤثرة وفارقة جدًا، نوعًا ما على قد ما أقدر الفيديو هيكون بسيط، مش هيكون فيه شرح كتير، هيكون فيه حاجات مفيدة أكتر لحد عايز ياخد ويجرب ويبدأ على طول، سواء على المنتج بتاعه أو على الbusiness بتاعه أو ما شابه ذلك، حد لسه بيبدأ. كانت بتراودني فكرة الفترة اللي فاتت كلّها، ويمكن دي من الحاجات اللي كانت مخلّياني واقف، إن أنا الحمد لله ليّا أكتر من mentor، فكنت باخد المعلومات منهم، أولًا مش عندي وقت إن أنا أشرحها، يعني حقيقي مش عندي وقت خالص، ثانيًا كنت باقول لنفسي هاشرحها إزاي؟ يعني أنا واخد المعلومة من mentor و2 ناس يعني ما شاء الله يعني كويسين وشاطرين جدًا، وبعدين هاشرحها إزاي؟ طب ما هي المعلومة عندهم، فكنت باقول لنفسي المفروض هم اللي يشرحوها مش أنا. وبعدين برضه وأنا بافكّر لقيت إن لو كل واحد فينا قال كده، قال أنا واخد المعلومة من فلان أو من الأستاذ بتاعي، فالمفروض هو اللي يشرحها، يبقى ما فيش حد هيشرح، لإن بكل بساطة المعلومة بتتنقل أو بنستنتجها لمّا نجرّب، بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا في الأغلب كده الأستاذ اللي ادّاني المعلومة أو الmentor بتاعي اللي ادّاني المعلومة، هو كمان خدها من حد، فهيروح للحد ده يقول له أنت بقى اللي تشرح مش أنا برضه وهكذا. ده الحل الأولاني أو الحل التاني، ده لو أنا يعني كنت بافكّر صح، إن أنا جرّبت حاجة ونفعت معايا فطلعت أقولها، يبقى أنا كده بس اللي هاقولها، فبرضه ده مش منطقي. باشوف إن إحنا عقلنا بيضحك علينا بنقطة لأ، أنت مش مؤهل إن أنت تشرح المعلومة كفاية أو ما شابه ذلك، بدليل إن أنت واخدها من حد تاني من الأساس، في ظِل إن فعلًا أنا بافكّر نَفْسي دايمًا وبافكّر أي حد أعرفه بالحتّة دي، إن ده مش صح. نَفْس المعلومة ممكن أسمعها لحد ما أفهمهاش منّه وأسمعها لحد تاني أفهمها منّه، ومش بس كده، ده ممكن أكون دافع له فلوس كمان إن أنا أسمع منّه هو بالتحديد أو أخلّيه هو بالتحديد اللي يشرح لي، ده عشان أنا أقدر أفهم منّه، ما لهاش علاقة بحتّة الأرزاق، لإن الأرزاق كده دي بتاعة ربنا في الأول وفي الآخر وإحنا بنسعى بس، ما لهاش علاقة أنت بتشرح المعلومة دي بفلوس والّا لأ، دي حاجة ودي حاجة تانية عشان ما ندخلش بس فيها. فإن شاء الله الفترة الجاية زي ما كنت باقول كده هاحاول إن الفيديوهات ما تقلّش زي الفترة اللي فاتت، لإن أنا هاحاول أشيل الفكرة دي من دماغي، إن مش أي حد ينفع يشرح معلومة. طالما المعلومة بإذن الله أنا متأكد من صحتها بنسبة كبيرة ونفعت معايا وده الأهم، مش هتكون نقلًا بس أو مش هتكون منقولة بس، طالما جرّبتها ونفعت معايا في الأغلب هانقلها، لو حاجة أنا ما جرّبتهاش هاقول إن أنا ما جرّبتهاش ومش عندي علم بيها كفاية، شايف إن دي نقطة كويسة جدًا. ده سريعًا كده عن الدنيا الفترة الجاية ممكن تمشي إزاي، زائد شوية تجارب برّه المجال بس أنا شايفها إن هي بتفرق في حياة أي إنسان بمعنى الكلمة، أي حد بتفرق معاه. زي إيه؟ زي إن في حاجات أنت ممكن تُقع فيها مش هتأثّر على الbusiness بتاعك بس، دي هتأثّر عليك أنت شخصيًا، ولمّا تأثّر عليك أنت شخصيًا يبقى كده كل حاجة اتأثّرت. في حاجة من الحاجات دي اللي أنا شخصيًا وقعت فيها الفترة اللي فاتت، إن إحنا طلعنا من رمضان أو أنا طلعت من رمضان مستوايا في النازل، يعني زي ما إحنا كنا محافظين على رمضان بنعمل كذا وكذا وكذا، 3 حاجات مثلًا، بنطلع من رمضان مش محافظين حتى على حاجة واحدة منهم، ده شيء غلط جدًا. ما فيش حد هيقدر يمشي بقوة رمضان طول السنة، دي حاجة اللي أنا أعرفها والله أعلم ممكن حد يكون ربنا بيعينه إن هو يقدر يعمل كل ده طول السنة، ربنا يعيننا كلنا يعني ويعين الناس، بس معظمنا مش هيقدر يمشي كده طول السنة، ولازمًا نبقى مدركين ده، يعني أنا دايمًا بافكّر نفسي إن أنا لازمًا أكون مدرك إن مش هامشي بقوة رمضان، بس أمشي، مش ما امشيش خالص. في حد كنت باسمع له كان بيقول دايمًا لو أنت تعبان النهارده وعليك تمرينة في الgym انزل العب مجموعة واحدة بس sets واحدة وتعالَ. ما تكمّلش تمرينتك، بس انزل العب 5 دقايق وتعالَ. النهارده مش لازمًا تبني الطوبة، ابني ربع قالب بس، لإن النهارده وأنت تعبان لمّا تبني ربع قالب وكمان أسبوعين برضه هتصادف إن أنت تعبان وتبني ربع قالب كمان، على مدار السنة هتلاقي إن الربع قالب بتاعك ده عمل حيطة، مش عمل طوبة واحدة، غير لمّا توقّف تمامًا. وكمان عشان إحنا معظمنا في الأغلب بيكون مش فاضي، بيكون مش عنده وقت، كمان بيكون كُلّه عنده مشاغل، كُلّه مشاغل ووقت وبتجري من حاجة لحاجة. والدنيا يعني الحمد لله. فدايمًا، دايمًا حاول على الالتزام، وده بيفكّرنا بالحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خير الأعمال أدومها وإن قل. بالمناسبة أنا عندي كورس يعني ماشي فيه الفترة دي الحمد لله،
من ساعة ما بدأت فيه باقع في نقطة إن أنا مش قادر أحافظ على اللي أنا باعمله فيه كل يوم، نتيجة شغل ونتيجة كورس تاني يعني واخد أولويات أكتر منه، ونتيجة أكتر من حاجة، فمش قادر أحافظ عليه حرفيًا نقطة صغيرة جدًا. الحمد لله عامل فيه نتايج كويسة برضه، بس حقيقي لو أنت التزمت إن أنت كل يوم تعمل حاجة بسيطة أنت نِفْسك تحققها حتى لو ربع ساعة، بمعنى الكلمة لو ربع ساعة، هتتفاجئ بعد من 3 شهور مثلًا ل6 شهور بس بالنتيجة اللي أنت حققتها. على سبيل المثال جرّب كده إن أنت تنزل كل يوم الgym ربع ساعة فقط لا غير، مش هاقول لك كل يوم، 5 أيام في الأسبوع، أقول لك بلاش 5 أيام في الأسبوع، خلّيهم 4 أيام بس في الأسبوع، ربع ساعة فقط، احسب نَفْسك 15 دقيقة داخل الgym وشوف نَفْسك بعد 90 يوم هتكون عامل إزاي، تصوّر صورة دلوقتي وتصوّر صورة بعد 90 يوم، شوف دنيتك، سيبك من الصورة، شوف صحتك هتبقى عاملة إزاي. دي الحاجة اللي إحنا بنبقى واقعين فيها خالص أو واقعة مننا بمعنى أدق خالص، أنا فعلًا بتبقى واقعة مني في أوقات كتير جدًا، بس مش عايز أطوّل في الفيديو ده دلوقتي أكتر من كده، كل فيديو هيكون فيه موضوع كده معيّن صغير بنتكلّم فيه سريعًا، في حاجة من الحاجات اللي حاول تخلّي بالك منها على قد ما تقدر، وهو إن أنت ما تأثّرش في 3 حاجات مهما حصل، ما تأثّرش في 3 حاجات أبدًا، أبدًا، أبدًا. أولًا حق ربنا عليك لإن ده كفيل يزعّلك في كل حاجة، فإحنا مش قد التقصير في الحتّة دي، بجد. دي النقطة الأولى ومش هاتكلّم فيها كتير، أنت أدرى منّي فيها. النقطة التانية حق أهلك، لإن كل ما الوقت يعدّي وكل ما تحقق حاجة من وقت للتاني، هتُدرك إن الوقت اللي فات وأنت قصّرت في حق أهلك للأسف الوقت ده مش بيرجع، مهما أنت حققت ومهما أنت عملت ومهما رُحت، في حاجة وقعت منّك مش بتتعوّض وهو الوقت بتاع أهلك. دي الحاجة التانية، والحاجة التالتة والأهم وهو حق نَفْسك. على سبيل المثال، فكّر كده إمتى آخر مرّة قعدت مع نَفْسك جِبت ورقة زي اللي أنا كنت باكتب فيها كده من شوية وسألت نفسك هو أنا محتاج إيه؟ هو أنا إيه اللي مضايقني الفترة دي؟ هو أنا كمان 3 شهور quarter المفروض أكون خلّصت إيه أو عليّا تاسكات إيه أنجزها أو عليّا إيه أعمله؟ سيبك من الquarter المفروض بعد سَنة بإذن الله ربنا يدّينا العمر، أكون عملت إيه؟ إمتى آخر مرّة كتبت؟ لمّا الكلام بيطلع من هنا وينزل على ورق، ساعتها دي الحاجة الأولانية أو الخطوة الأولانية اللي بتخلّي الكلام ده قابل للتحقيق بإذن الله، مش إن أنت يفضل محتفظ في دماغك هنا وهنا وهنا وهنا، في الآخر بتلاقي إن أنت مضغوط وعندك حاجات كتير جدًا ومش عارف تعمل إيه. فده وصلنا للنقطة التالتة اللي كنا بنقول عليها، النقطة التالتة مش التالتة، إن أنت المفروض حق نفسك عليك إن أنت تكتب، إن أنت تطلّع الحاجة من دماغك، ده جزء واحد في أجزاء كتير جدًا زي صحتك، لو أنت في العشرينات أو في التلاتينات أو حتى في الأربعينات، صحتك أخبارها إيه؟ معلش لو إحنا في الوقت ده لحد الأربعينات الصحة مش أفضل حاجة لأيًا كان السبب إيه، أنت أدرى بيه أو أنا أدرى بأسبابي يعني. طيب بعد كده منتظر إيه من صحتك؟ منتظر في ال50 وال60 وأكتر من كده بإذن الله ربنا يدينا العمر، منتظر منها إيه؟ ربنا يعين الناس كلّها، بس فعلًا، فعلًا منتظر من صحتك إيه؟ اللي أنت ما قدّمتوش النهارده هي هتقدّمه لك في الوقت ده إزاي؟ فده جزء كمان من حق نَفْسك عليك، صحتك، كل حاجة بقى، برضه حق أهلك، في أكتر من حاجة، فدي كده نُقط سريعة أنت حاول تفكّر فيها، اكتب، ضبّط دنيتك، شوف إزاي تحسّن من أمورك في العموم. حاجة من الحاجات اللي أنا ناوي أذكرها الفترة الجاية وكنت باتكلّم فيها مع أخ كبير ليّا بمعنى الكلمة، اللي هو مش منطقي أبدًا، أبدًا السنة اللي فاتت زي النهارده تكون أفكاري وحاجتي نفس هي النهارده، ده معناه إن أنا ما اتطوّرتش. طبعًا أنا باتكلّم على الحاجات العلمية عشان ما نروحش لنقطة المعتقدات الدينية والأساس دي ثوابت، دي ما فيهاش نقاشات من الأساس، فده أنا مش باتكلّم فيه. أنا باتكلّم على الحاجات اللي تخُص التطوير النفسي سواء في صحتك، سواء في الgym، سواء في مذاكرتك، في شغلك، في أي حاجة علمية، مش لازمًا تقنية بس علمية. ده اللي أنا أقصده بالتحديد، ضبّط أمورك، رتّب ورقك، ضبّط أولوياتك عشان تكون بتسعى وبتعمل اللي عليك، وبإذن الله ربنا يوفقنا جميعًا، أشوفك الفيديو الجاي، سلام.